3 تغييرات لازم نلاحظهم بعد 7 أيام من التحدي. أنا سمر، والنهاردة اليوم السابع ونهاية أول أسبوع من تحدي 8 أسابيع. أول تغيير هو إن اللبس بقى أريح شوية، وده نتيجة نزول المية الزايدة اللي في الجسم وكمان قلة الانتفاخات في البطن، والفضل يرجع لالتزامنا ببرنامج غذائي خالي من الأكل المصنع والسكريات. تاني تغيير هنلاحظه هو إن أدائنا في التمارين بقى أحسن بكتير من أول يوم، لأن جهازنا العصبي اتعود إن التمارين دي تكون جزء من حركتنا اليومية ومش رد فعل من حاجة خطر زي إنك بتتخانق أو بتجري من أسد مثلا. تالت تغيير هنلاحظه هو إن جودة النوم والمزاج بقت أحسن بكتير، وكمان مستوى التوتر قل، وده لأن تفكيرنا خرج من حالة الإحباط والكسل لتفاؤل وسعي ورا هدف إيجابي. أغلب الناس ممكن توصل للمرحلة دي وتفقد الأمل وتحبط لأنهم ما شافوش نتيجة ملحوظة على الميزان. بس النتيجة الحقيقية بعد أسبوع هو إنكم قدرتوا تثبتوا لنفسكم إنكم تقدروا تلتزموا وتسيطروا على جسمكم، وده أهم من أي رقم على الميزان. يلا نكمل بنفس الحماس والقوة تاني أسبوع من التحدي.